السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخبار الرجالة عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. اول حاجة يا صاحبي صلي على النبي عشان تاخد ثواب وناخد ثواب، عليه افضل الصلاة وتم التسليم. لو انت مش متابعني تابعني عشان تتابع كل جديد. الزمالك يا رجالة موقفه مش مطمن. جدول ترتيب المجموعات بتاعة البطولة العربية لغاية دلوقتي. طبعا اللي يهمنا في الجدول موقف نادي الزمالك. مجموعة نادي الزمالك: النصر عنده 4 نقط، الشباب عنده 4 نقط، الزمالك 3 نقط، اتحاد المنستيري عنده 3 نقط. ايه الحل بقى بالنسبه للزمالك عشان يصعد؟ حاجه من اتنين: يا اما الاتحاد المنستيري يفوز على الشباب ويبقى انت كده خلصت القصه، تعادل مع النصر تصعد، وده احتمال صعب قوي لان المنستيري شكله مش جاي، مش عايز نقط، جاي مش موضوع. يا اما انت بقى تفوز على النصر وتخلص القصه وتطلع النصر بره، ودي تبقى معجزه كرويه وبس. اوسوريو ما يألفش 4-3-3 مع الشباب، فشل. انت مش جاي تجرب في البطوله، الناس عايزين ياخدوا البطوله. 7 مليون دولار هيحلوا ازمه كبيره قوي في نادي الزمالك. 3-2-4-1 في الماتش المنستيري نفعت، وفي الدوري الناس حفظتها، اللعيبه بتاعتك حفظتها. ما تجيش تجرب دلوقتي. واسمع كلام مرتضى منصور بيقول لك لاعب واحد الحل عشان تفوز على النصر، تخلي الزمالك لاعب مدافع طويل يمسك رونالدو. ده كده المفروض ان هو فاهم، ده كده بيقول لك انا فاهم يعني. الله يعين الزملكاويه. بص يعني المح معايا كده خط هجوم الفرق السعوديه عامل ازاي. الاتحاد السعودي الثلاثي الامامي: رومارينيو وبنزيما وجوتا. اهلي جده: رياض محرز وفيرمينيو وماكسيميليان بتاع نيوكاسل. النصر السعودي: ماني ورونالدو وتاليسكا. تخيل انت بتلعب الناس دي. فلا، الزمالك مهمه صعبه امام النصر. انا اتمنى الزمالك يفوز ويقدر يفوز بالروح، تقدر تفوز، لان لما اللعيبه المحترفين بيلعبوا لعبه تجاري مش بيجيبوا اخرهم يعني. الاهلي المصري بقى على الجانب الاخر بيجدد لمتولي، وانا شايف ان تجديد لمتولي لاعب كل شويه اتصاب، وحتى وهو مش مصاب ما عندوش جرينتا كده، فاهم انت، لاعب طري. فما اعرفش، بس هو يمكن عشان مثلا لو حصل اي ازمه في المدافعين يبقى موجود. يعني ايمن اشرف كان افضل من متولي، رايي انا الشخصي. واتحاد الكوره بقى بيغري النادي الاهلي، بيقول لك ايه العوائد بتاع كاس السوبر اللي هيتعمل في الامارات 50 مليون. الدرندلي بيقول لك مش عايزين نسبه للاحداث، الاهلي شكله هيعترض. طب ما الاهلي اصلا القيعي طلع قال لك احنا مش هنلعب كاس الرابطه السنه الجايه، ولا هنلعب كاس السوبر اللي انت بتعمله ده. فاصلا الموقف الاهلي واضح، الزمالك معاقب نسختين سوبر عشان انسحب. مفيش حاجه اسمها العقوبه بتموت، هو الاهلي حقه يتمسك ان تطبق عليه العقوبه على الزمالك، غير كده الاهلي مش هيلعب. طبعا الاهلي عنده ماتش المصري الجاي مع علي ماهر. مصري بقياده علي ماهر لو تفتكر في 2018 طلعنا من البطوله لما كان بيدرب الاسيوطي، فاهم انت ازاي، في 2018. زائد السنه دي يعني المدرب علي ماهر ده الوحيد ان الاهلي ما قدرش يفوز عليه ذهابا وايابا، فرض عليك التعادل ذهابا وايابا. فالماتش معاهم هيبقى منتهى الصعوبه. ماتش المصري كولر اصلا هيلعب ماتش المصري ده وياخد بعديه 3 اسابيع راحه، بس اتمنى اصلا يتوفق في ماتش المصري ده. لعبنا بقى محمد صلاح، معلومه طلعت لنا جديده كده، ان هو راجل اخر 10 ماتشات كان في البريمير ليج بيلعبهم وهو مصاب، وكان بيلعب بالجزمه مقطوعه عشان يقدر يلعب، عشان يقدر يعمل حاجه، عشان يقدر يخلي الفريق يقعد في الشامبيونز ليج الاوروبي. بس في الاخر ما قدرش للاسف، يعني لان انت مش بتلعب لوحدك، انت منظومه كامله. خروج ماني اثر على ماني واثر على ليفربول، مش على ماني لوحده. وباريس طبعا بتاع الاموال اللي هو عم بتاع السعوديه، القدوه بتاعتهم، قعد يواصل اخفاقات في المباريات الوديه. باريس بيخسر من الانتر في دقيقتين، فاهم انت. باريس اللي هو قاعد يشتري ده، يعني الشراء العبط ده ما بينفعش. الحاجه بقى اللي زعلتنا بقى في اخر اليوم بقى الخبر بتاع اعتزال بوفون. راجل بيلعب من 93 كوره، بوفون بيلعب من 93، انت فاهم ازاي. بوفون واخد اكتر من، اقول لك قد ايه بطولات، 28 لقب، 28 لقب منهم كاس عالم. يعني راجل يعني بص تاريخ. هو بس دوري ابطال اوروبا اللي كان بيعاند معاه بسبب كريستيانو رونالدو. حتى هو راح له قال له رونالدو انت عندك كام سنه، بعد ما جاب الدبل فيه اللي جابه، الدبل الجامد اللي جابه فيه فبوفون ما لعبش في حياته كلها غير لبارما في بداياته وهو شاب، بعدين طول عمره في اليوفي، بعدين راح سنه باريس، وبعدين رجع بارما تاني وهو بيعتزل في بارما عنده 45 سنه. شابوه، مسيره كبيره، انت حارس اسطوري. انا شايف ان انت ان ما كنتش افضل حارس في العالم هتبقى من توب 3. فشابوه بوفون. وهنا يا صاحبي اقول لك لو كنت ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه عشان تتابع كل جديد. سلام.